من المراسلات للإدارة إدارة سوناتراك والتي باءت كلها بالفشل، نظم أعوان الأمن التابعين لشركة الأمن والحماية وقفة احتجاجية أمام مقر فرع سوناتراك بوهران، طالبوا من خلالها الإدارة بتلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية. ياسين حسين والتفاصيل. هؤلاء هم عشرات من أعوان الأمن والحماية دوزاسبي الذين تجمعوا أمام مقر فرع سوناتراك بوهران رافعين الرايات والشعارات احتجاجا على عدم تلبية الإدارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. احنا كأعوان شركة دوزاسبي فيليا سوناتراك ممثلين الشركة من ناحية الغرب، 1400 عامل من ناحية الغرب و7000 نيفو ناسيونال. راه جينا هنا احتجاج رسمي وسلمي باش نطالبوا، عندنا مطالب شرعيه نطالبوا بها هذه الشركه سوناتراك. رانا محقورين في الحق، الاندمنيتي تاعنا راهم دايرين ليزاندمنيتي بزاف اللي نص عليهم قانون العمل. الأعوان المحتجين طالبوا بدورهم الإدارة الحالية لسوناتراك بتحقيق مطالبهم العملية المشروعة، وفي حال عدم الاستجابة أكدوا بأنهم سيواصلون من رفع وتيرة الاحتجاج. وانا نوصلوا الميساج تاعنا للمسير تاع الشركه، في حاله ما اذا ما لباش المطالب تاعنا رانا نصعدوا الاحتجاج حتى ندوا المطالب تاعنا. طلبوا السلطات المعنيه يتكفلونا بالمطالب تاعنا اللي داموا بزاف، رانا من 2010 ما دينا حتى حاجه. وللإشارة فإن شركة أعوان الأمن والحماية دوزاسبي هي فرع من فروع سوناتراك.